قناة نجوم العرب، قناة لكل العرب. لم يهنأ المنشط والإعلامي الجزائري عمار الشندالي بخروج الإعلامي رياض بن عمر من محطة الشروق الفضائية الخاصة الجزائرية وانتهاء الدويتو الذي كان يجمعه بزوجته الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي سمية سماش، والصداقة القوية جدا التي كانت حديث الجمهور الجزائري لسنوات بين سمية ورياض، والنجاح الإعلامي الكبير الذي حققاه سويا لسنوات، والذي تسبب في إشعال الغيرة الشديدة في قلب عمار الشندالي على زوجته سمية سماش من رياض بن عمر. ذهب رياض ليأتي صحفي وإعلامي آخر وهو الصحفي الجزائري الشاب عصام دهمة، والذي فاجأ شريحة كبيرة من الجمهور. وفاجأ عمار الشندالي نفسه عندما أعلن عن برنامج جديد سوف يجمعه بالإعلامية الجزائرية سمية سماش، حيث قام عصام دهمة بنشر صورة له مع سمية سماش على خاصية الستوري الخاصة به على حسابه الشخصي بتطبيق الصور والفيديوهات الانستغرام، وكتب عليها قائلا: وأخيرا عمل يجمعنا أنا وزميلتي سمية سماش، زعما إيش هو في محاولة لتشويق جمهوره وجمهور الإعلامية سمية سماش الكبير جدا. وما كان من سمية سماش إلا أن تفاعلت معه وردت عليه وكتبت له قائلة: وأنا يشرفني العمل معك عصام صديقي العزيز. ويبدو أن هناك دويتو في الطريق سوف يجمع سمية سماش بعصام دهمة، حتما قد يسبب إزعاجا كبيرا لزوجها الإعلامي عمار الشندالي، والذي ما إن تخلص من ثنائيتها مع رياض بن عمر، حتى جاء الصحفي عصام دهمة ليغيظه ويوجه إليه تلك الرسالة بأن برنامج جديد له مع سمية سماش في الطريق، وأنه سعيد جدا بذلك البرنامج وتلك الثنائية معها.